السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميعاد الأسبوعي للدردشة اللي احنا بنقدم فيها بعض المواعظ والحكم والتجارب اللي احنا بنمر بيها عشان الناس تشوف وتاخد رأيهم معانا، ويا ريت ونتمنى المشاركة معانا وتقولوا لنا رأيكم ايه. معانا النهارده الباشمهندس شريف المصري. اتفضل يا استاذ شريف. دردشة أصحاب بترحب بيكم ومستمرين في إن إحنا نقدم لكم اللي نقدر عليه، ومبسوطين جدا بدعمكم لينا. النهارده هنتكلم مع بعض كده في كام موضوع كدردشة أصحاب. يعني النهارده هفتح موضوع مثلا فايدة لأ، أو إمتى تقول لأ، أو إحنا لما بنقولش لأ بنخسر. كويسة، وإحنا يعني المفروض تبقى اكتر كلمه ببقنا لما يبقى حد بيسالنا على حاجه في الخير، لما حد يطلب مننا حاجه، لما الام والاب يطلبوا مننا حاجه، لما زميلنا، لما صاحبنا، لما حد غالي علينا، لما حد ضعيف يطلب مننا حاجه، كلمه حلوه قوي. لكن كمان ليه كلمه لا مهمه؟ بتوفر لنا جزء كبير من حياتنا. ساعات مثلا يبقى ما عنديش وقت او هعمل حاجه مهمه ويتصل بيا حد، تعالى معايا نروح نتمشى، تعال معايا ننزل نشتري بنطلون، تعال معايا ننزل نتفرج على المحلات فيها ايه. ما بعرفش اقول لا مثلا يعني، فببقى لا دي خلتني اللي انا ما عرفتش اقولها ما اعملش الحاجه المهمه اللي كانت عندي، ما كملش مذاكرتي، ما اقعدش في شغلي، ما استريحش وانام اذا كان ده ميعاد راحتي او ميعاد نومي. في الاخر اللي عايز اقوله ان كلمه لا كلمه مهمه. فكلمة لأ بتوفر لي جزء من وقتي، بتوفر لي جزء من مشاويري، بتوفر لي جزء كبير من حاجة أنا عايز أعملها. في الآخر لما أجي أحسبها أنا النهاردة وبكرة والأسبوع ده والشهر الجاي كم مرة ما قلتش لأ وكان المفروض أقول لأ، هلاقيها بتمثل جزء من عمري. هلاقيها في الآخر لما أجي أجمع بعد سنة هلاقي نفسي إن أنا كنت ممكن أوفر أسبوعين، شهر من عمري أعمل فيهم حاجة مفيدة، اذاكر فيهم، ارتاح فيهم، انام فيهم، اقوم بحاجه تانية اهم. كل ده ما عملتوش عشان انا ما اتعلمتش اقول لا، او ما عرفتش اقول لا، او ما حبيتش اقول لا. لا دي بتتقال للحاجه هنبقى نتكلم بعد كده في موضوع اداره الوقت. اداره الوقت اللي هي فيها ان بيبقى عندي حاجات عباره عن هام وعاجل او غير هام وغير عاجل. ازاي اقدر ابدل هام وعاجل عن الغير هام وغير عاجل؟ يبقى احنا لا هتوفر لنا وقتنا، هتوفر لنا مجهودنا، هتوفر لنا راحتنا، هتوفر لنا استثمار للوقت في حاجه تانية اكتر افاده. بعد كده لما نتعود عليها ونقولها ونبقى واثقين واحنا بنقولها، هنعرف نقولها للشيطان وللغلط، وهنبدا تبقى حياتنا اكيد تتطور للاحسن. اعرف تقول لا زي ما بتعرف تقول. شكرا ليك.